بص بقى، بص يا جماعه الجمال، خطيره خطيره بجد. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده نعمل فراخ كنتاكي، ونعمل بقى شويه مبكبكه كده حلوين بالفراخ. هنا انا الاول قبل ما اسلق الفراخ هديها بس سلقه كده بسيطه، علشان ابقى ضامنه ان هي مستويه. بس لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. هنسمي الله بقى، ننزل بقى ايه بالفراخ. انا المره دي مقطعاها صغيره علشان الفراخ تستوي كويس. هنزل بقى بطماطم وبصل، انا بس اصلا مش عايزه اشوحها كويس، مش عايزه اشوحها قوي زي ما بسلقها سلقه كامله، علشان بس لسه كده ايه هعملها بتتبيله. هنزل بقى بالميه. هنا نسيت اقول لكم ان انا حطيت ملح وفلفل اسمر. انا هنا بقى هسيبها تاخد لها غلوتين بس بالظبط وهنقفل عليها. هنا بقى هنعمل ايه، هنعمل الصلصه بتاعه المبكبكه. بس قبل ما نعمل هنحط هنا زيت، وهنا حته سمنه، وهننزل بكم مكعبه فراخ. طبعا انت ممكن تعمليها ساده من غير اي حاجه، بس انا حابه ان انا اعملها كده بصراحه. بس جربيها والله مش هتندمي بجد. انا هشوح الفراخ الاول، بس رشه فلفل اسمر. بص انا هنا بقى ايه شوحتها اهي. انا هشيل الفراخ في طبق. انا بقى هنزل ببصله. البصلايه اهي يعني يا دوب بتصفر اهي. هننزل بقى بالطماطم. بصوا بقى انا هحط هنا البطاطس مع الصلصه علشان البطاطس بتاخد وقت في السوا. وهنا انا حطينا، نسيت احط، يعني انا نسيت اصورها. انا حطيت هنا ملح وفلفل اسمر ورشه كمون بسيطه جدا، وممكن تحطي شطه وقرن فلفل كمان، بتدي تيست عالي قوي. انا هحط قرن فلفل معاكم، هنحط بس قرن فلفل بس كده علشان طبعا اللي ما بيحبوش السبايسي. وهنا بقى الفراخ اهي خلاص. هنقفل بقى عليها. هقفل بقى عليها ونعمل لها بقى ايه التتبيله بتاعتها اللي هنقليها بيها. بصوا بقى هنا ايه، هنزل بالمكرونه. طبعا انا حاطه اللي هي المكرونه اللي هي عامله زي السوسه دي. انت طبعا ممكن تحطي اي نوع مكرونه. على فكره انت ممكن تحطي مكرونه اللي هي البنه، ممكن تعمليها بالمكرونه اللي هي الخواتم او اللي هي الصغيره دي، بتبقى جميله. انا هنا اهو هعلي بقى عليها تاخد لها غلوتين، وبعد كده هرجع اوطي عليها تاني. طبعا انا هنا هحط القطع الفراخ اللي احنا عملناها. هنقليها بها بس تقليبه عشان ايه كله ياخد من طعم بعض. خلاص كده. فانا هنا وطيت عليها خالص اهي زي الشمعة، وهغطيها وهنسيبها بقى تستوي. كل مثلا 5 دقايق قلبيها. بصوا بقى هنعمل بقى التتبيله بتاعه الفراخ اللي هنقليها بيها. بصوا انا هنا عندي، بس انا هحط رشه لبن بسيطه قوي، قد مثلا ربع كوبايه لبن. وهحط عليها رشه خل علشان تفتح الانسجه بتاعه الفراخ وتخليها كده ايه طعمها جميل. وهننزل بشويه دقيق. تمام.
وهنا انا خلطه دي انا عاملاها عندي في البيت، هنا عاملاها بقسماط على فيجيتار، على حاجات كده مع بعضيها. حط شويه صغيرين، وطبعا بقى اللي هيدي التيست العالي قوي هو فيجيتار، اللي هو اللي انا جايباه الحار، ممكن تجيبيه البارد زي ما انت حابه. وهنا بقى توابل، هنا ملح وفلفل اسمر ورشه شطه ورشه ثوماء ورشه كركم ورشه بابريكا مدخنه، ننزل بيهم. هنقلبها ماشي. هنزود بقى هنا شويه ميه عليها لحد بس ما نعمل عجينه. بصوا هنا انا هحط رشه بيكنج باودر، هي اللي هتدي التيست العالي بتاع الفراخ. هنقلب بقى. بصوا يا ريت تعملوها في مكان يعني يكون واسع عشان تقدري تتحكمي فيها. ايه يا ماما. بقى هنقلها هنا اهي. بقى انا بقى هعملها، هنزلها في الزيت بالمنظر ده كده. بصوا طبعا الاضاءة هنا مش ظابطة معايا خالص اهي، ما تحركيهاش خالص، حاولي بقى ايه ما تحركيهاش خالص اهي. دي طبعا عملت اهي. على فكرة الوصفة دي كورية، انا شفتها حد كوري عملها، كانت جميلة قوي فعجبتني، فقلت اعملها لكم. قلت ان انا ما اقدرش ابخل عليكم باي معلومة. بص بقى بصوا يا جماعة الجمال، خطيرة خطيرة بجد. نرجع تاني. بصوا بقى يا جماعة، بصوا الفراخ عاملة ازاي. انا بقى عايزاها تطلع ترند بجد. وادي المبكبكة، بسم الله. اوعى وشك من عنتر. ايه رأيكم؟ بصوا بصوا الجمال. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الكل يستفيد. سلام عليكم.